السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الكيكه اللي كتجي قمه في الروعه، كتجي البنات هشيشه وخفيفه، واهم حاجه هي كتجي سهله في الخدمه، يعني بلا كثره الوقوف في الكوزينه، وكطيح ما شاء الله كميه كثيره. شوفوا البنات كتجي قمه في الروعه، كتجي غزاله. انا هذا الفيديو عملته تحت طلب بعض الاخوات كيقولوا لي ما كتصدقش معاهم الكيكه. المهم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي تبعوه حتى الاخر، ونعطيكم بعض النصائح باش تبقى تصدق لكم الكيكه، يعني وتبقى ترجع دائما كتعملوا اي نوع د الكيك ما غاديش يتحرف لكم فيه. المهم هو اهم حاجه البنات هي تبعوا النصائح اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو، وان شاء الله يا ربي يكون خير. وهاد الكيكه هذه البنات اقتصاديه بزاف، يمكن اي واحد يقدر يوجدها لوليداتو. خليكم معايا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا انا عندي مكونات بزاف، حيت ما كنتش غادي نخدم غير واحد الكيكه، كانوا عندي كيكه اخرين. المهم هنا كناخذ واحد الاناء، غادي نذكر معكم المقادير في نفس الوقت غادي نبدا نوجد. انا وضعت 2 معالق كبار من بودره الكاكاو. بودره الكاكاو البنات عندها دور كبير في الكيك. ملي تمشيو تشريو بودره الكاكاو ما تشريوهاش عند هذوك اللي كيكونوا كيبيعوا مواد غذائيه بحال هذيك اللي كتكون في الشاسي ولا ديك اللي كتكون عندهم بالعبر. يستحسن انكم تشريوها من عند موالين اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كتكون عندهم بودره الكاكاو عاليه، يعني الجوده ديالها عاليه وفيها بودره الكاكاو يعني 100%. ملي نمشيو لعندو يعني تقولوا عطيونا بودره الكاكاو تكون نوعيه جيده. البودره الكاكاو البنات في الكيكه كتعطي دور كبير كيف ما قلت لكم، يعني كيجي الطعم ديالها رائع، وكتجي بها الكيكه معلكه. هنا كما شفتوا معايا انا وضعت كاس السكر، غادي نوضع قبصه الملح. ولا لاحظتوا معايا البنات انا هنايا زبقت الكاكاو. هما عاده البنات كيخدموا البيضات والسكر والملح وعاد كيبداو يضيفوا مواد اللي ناشفه. انا كنسهل على راسي الخدمه، كنوضع الكاكاو مع الملح مع السكر، وكنخلط هاد النواشف. الا كنتو غتعملوا فانيلا سكر وضعوها في هذا الوقت هذا. كنخلط هاد النواشف مزيان. نقول لكم علاش، باش ملي كنضيف السوائل ما كيتكتليش ديك الكاكاو كيطلع لي على الوجه يعني ملي كنكون كنخلط. هانتوما شوفوا شحال سهل في الخدمه. انا هنا وضعت كاس الحليب اللي عبرت به السكر، عبرت به الحليب. داك الكاس البنات يكون كيوزن واحد 130 غرام. المهم نتوما الكاس اللي عبرتو به استمروا كتعبروا به. شوفوا البنات هنا ملي كنبداو نخدموا السوائل مع النواشف ما كنحسوش بداك الكتل البودره الكاكاو كتطلع على الوجه، يعني بحال ملي كنسبقوها مع البيض والزيت قبل منا وداك الشيء كامل عاد كنعملوا بودره الكاكاو كتجي صعيبه انك تخلطها. هنا لا، كنخلطوا واحد التخليطه خفيفه كما شفتوا معايا، يعني ما كتاخذش الجهد بزاف. وغادي نوضعوا كاس الزيت كيف ما شفتوا معايا، هو نيتو يعني الكاس اللي عبرت به السكر اللي عبرت به الحليب عبرت به الزيت. وكذلك هنا غادي نخلطوا واحد الخلطه غير خفيفه صافي. كما شفتوا معايا انا قلت لكم هاد الكيكه يعني الخدمه ديالها بسيطه، وحتى المكونات اللي فيها بسيطه بزاف واقتصاديه. هنا بعد ما خلطنا ديك الخليط واحد شويه حتى ندمجوا ديك المكونات مع بعضهم، هنا غادي نضيفوا البيض. وهاد المكونات يستحسن انهم يكونوا درجه حراره المطبخ باش كتسهل معكم الخدمه وكتجيكم الكيكه ديالكم طالعه صافي. هنايا وضعنا البيض كما شفتوا. هنا في الاثناء غادي نحتاجوا شويه الخدمه، لان كما كتعرفوا البيض خصو يتخدم، ما خصوش يبقى خيوط حتى يتخدم مزيان ويتخلط مع ديك المكونات. وغادي ندوزو نضيفوا المكونات اخرين. وهنا البنات سمحوا لي ما ذكرتش معكم الفانيا، انا عملتها الا شفتوا عملت فانيا سائله. هنا من بعد ما خلطت داك المكونات مزيان مع بعض كيف ما قلت لكم وخدمت البيض مزيان، هنا بديت كنضيف الدقيق. هنا وضعت كاس الدقيق كما شفتوا معايا كاس الاولي، وغادي نضيف كاس الثاني ناقص واحد 2 معالق، غادي نخليهم حتى الاخير. غادي نزيد عليهم الخمارات فئه 16 غرام، يعني كل واحده فيها 8 غرام، وغادي نضيفوا بهذه الطريقه هذه. وعاد الا ضفنا 2 كيسان مره يقدر يكون داك الطحين ديالنا كيشرب ويجي الخليط ديالنا ثقيل صافي. هنايا وضعنا داك الكميه ديال الطحين اللي كانت باقا وديك 2 خمارات وغادي نخدموا. ولكن البنات بالنسبه لنا كنهضر مع البنات المبتدئات، الكيكه ديالكم في مثالين الا زدتوا لها الطحين يعني دقه واحده، حيت في الاول الانسان كيكون باقي ما عندوش الخبره في يعني في الكيكه. وجاتكم الخليط ثقيل ما تخافوا ما تدوهش، شبروا واحد 2 معالق كبارين د الماء وضيفيهم. هنا كما شفتوا معايا انا ضفت واحد معلقه كبيره د الخل، ومنين ضفتها البنات عملت بحال واحد الرغوه. انا نقول لكم شنو الدور داك الخل في الكيكه، يعني شحال البنات كيقولوا لي شنو الدور ديال الخل في الكيكه. الدور ديال الخل في الكيكه هو كيجيبها هشيشه وكيزيد ينفخها، حيت ملي كيتخلط الخل مع الخميره ديال الحلوى كيعمل واحد كتكون المفعول ديالو كيعمل بحال الرغوه. شبروا الخميره ديال الحلوى
وخلطوها مع الخل باش تبسلوا. شوفوا كيفاش غادي تكون رد الفعل ديالها. هنا كما كتشوفوا معايا انا خدمت في هذا المول هذا، كيمكن لكم تخدموها في اي مول عندكم، اي مول. انا غالبا كنخدم في هاد الموليس هادو، ولا لا سواء ان كنت غادي نعمل لولادي ولا كنت غادي نبيعها، كتجي هيدايا بهذا الشكل هذا، كتجي اقتصاديه، خصوصا البنات اللي كيعملوا مشاريع، يعني كيكونوا كيبيعوها من صحاب المحلات او صحاب القهاوي، يعني كيبغيوهم يكونوا هيدا كيكون طايح باش كيقطعوه مكعبات بحال البراونيز اللي شاركت معكم مره اخرى. صافي هنا طبعا الفران كان عندي كيسخن، ملي بديت كنضيف الدقيق عملت الفران يسخن. هنا كما كتشوفوا معايا ملي كنضيفوا الخليط في الصينيه كنخبطوه حتى تصل الخبطات باش كيطلع ديك الفقاعات. بالنسبه لدرجه الخليط الفران البنات كانت عندي سخنت قبل واحد 5 دقائق، انا طيبته في الفران ديال الضوء اللي عندها الفران ديال الغاز حتى هو تسخنوا قبل واحد 5 دقائق، وشعلت له طابت على 175 درجه. بالنسبه للفران الضوء البنات عاملوا النار متوسطه، ما تكونش ناقصه ما تكونش مجهده، يعني متوسطه. انا صافي الكيكه ديالي بردات، طيبتها وبردت حيت كان عندي كنت كنعمل كيكات اخرين خليتها بردت على خطره. وهنا البنات خديت القهوه وعصرتها وضعت لها واحد معلقه كبيره د السكر. هنا الا كانت الكيكه ديالكم البنات سخونه غادي تسقيوها باي نوع التسقيه اللي عملتو غادي تكون بارده. الا كانت الكيكه ديالكم بارده يعني غتسقيوها بتسقيه تكون سخونه. ممكن انكم البنات تسقيوها بالسيروم، تسقيوها بالشوكولات. كنعمل انا في مثلا كاس د الماء وكنعمل له معلقه د الشوكولات بودره الكاكاو، وكنعمل مع 2 معالق السكر وكنغليهم مزيان وكنسقي بهم. ممكن انكم تسقيو غير بالحليب، ممكن قهوه سريعه الذوبان. القهوه انا كنعمل هذه القهوه معصره البنات ملي كنكب على هذه الكيكه وكنخليها واحد المده على الاقل 2 ساعات ولا 3 ساعات في الثلاجه. ملي كترجع داك لا كتجبر ندمج ديك المذاق القهوه مع ديك البودره الكاكاو اللي قلت لكم النوعيه ديال الممتازه، كتجي واحد المذاق خطير، كتجي رائعه البنات والله العظيم. جربوها على الضمانه ديالي. وانا قلت لكم كنهضر مع البنات المبتدئات اللي ما كتصدق لهم شي الكيك، تبعوا هاد النصائح اللي قلت لكم وعملوا غير هاد المقادير هادو صغارين، وان شاء الله يا ربي غادي تصدق لكم الكيكه ديالكم. صافي هنا غادي نغطي الكيكه ديالي وغادي نوضعها في الثلاجه. هنا من بعد ما جبدتها انا كان عندي شويه اللوز افيلي زوقتها هيدا من فوق وعملت لها شويه د الكاناج الشوكولات. كان عندي شويه شوكولاط غيش، شوكولاط قهوي، شوكولاط بالحليب، وذوبته وعملت له واحد 2 معالق بالحليب وخلطته مزيان وعملتو هيدا على وجه الكيك. كيف ما كيمكن لكم تزينوها باي حاجه عندكم، زينوها بالكركاع، دمنوا في مثال مربعات ودعملوا الكركاعه هيدا في الوسط. فرنيسيل اذا كانت المناسبه للعيال صغار ممكن انكم تزوقوها فرنيسيل بالالوان، ممكن انكم تعملوا اللوز كونكاسي، يعني كوكو، كيبقى لكم الاختيار. شوفوا البنات هذا هما المربعات اللي كنقطع. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كتجي ما شاء الله، كتجي صراحه الله معلكه وكتجي هشيشه اكثر من اللي كتصوروا وكطيح كميه كبيره. شوفوا ما شاء الله. هنا انا طيحت لي 24 طرف وعاد واحد 6 طروف هيدا الزيتون بقاو في الجنب. شوفوها ملي كنعملوا لها هاد ورق الزبده البنات ضروري تخدموا بورق الزبده ملي كيكونوا الموليس بحال هادو. كتجي الكيكه ديالنا ملي كيبقى ديك البقايا ديالها كيبقى في الورقه وما كتلصق ما والو. شو انا غادي نشارك معكم وحده. شوف تبارك الله ما شاء الله. سمحوا لي بناتي الا شاهدتكم، وانا قلت لكم المكونات ديالها بسيطه، ممكن انكم تجربوها وتوجدوها كتوجد يعني دغيا وما كتحتاجش شي مجهود كبير، والمكونات ديالها ماشي كثيره بزاف. انا هنايا كنوضعها في البواطه بهذه الطريقه هذه، وكنعمل واحد الكاغيط يكون كاغيط الكوزينه. هذا ورق يعني ورق الكوزينه باش كيجمع لي ديك البروده اللي كتكون في النبيره، وكنغطيها وكنحتفظ بها في النبيره. الا كنا غادي ناكلوها يومين ولا 3 ايام كنحتفظ بها في النبيره. الا كنا غادي نتعطوا بها كنعملوها في المجمد. نقول لكم علاش ماشي اي كيكه غير هذه اللي فيها اللوز افيلي، حيت اللوز افيلي البنات كيرطب حقي لا منها في المجمد سبحان الله كيبقى كيف ما هو. ولكن البنات تعملوها في المجمد فقط الا كان عندكم غير لوز افيلي. الا كانوا داك المكونات اللي ذكرت لكم قبيلاتي يعني تعملوها غير في النبيره ما كيوقع لها حتى شي حاجه. وكنقول البنات اللي بغاو ياخذوا هذا الكيك كمشروع، انا كنبيع الصينيه بحال هذه كنبيعها 55 درهم، وبالنسبه للطرف كنبيعو 2 درهم و50 الواحد.
واحد النصيحه ضروريه البنات بغيت نشاركها معكم. ملي نحشيو الكيك ديالنا في الفران ما نحلوش عليه لمده ثلث ساعه ونشعلوا العافيه غير من التحت. ملي نبغي نشوفوه نجيب واحد العود خشبي او موس ونقيسوه الى خرج ناشف، هنا كنعرفوه باللي طاب، ونطفيو الفران ونخليوه واحد 3 دقائق قبل الفران محلوله هو فوسط منه، ديك الساعه نجبدوه. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. استودعكم الله ومع السلامه.